ناصر يا عمال. هي في ضوي رايقه؟ رايقه. خبر ايه؟ بقول لك ايوه قول. انت ولدك زكريا ده في المدرسه؟ ايوه في الثانويه العامه. كمان؟ ليه ماله؟ بص يا عم عبد الناصر، ولدك ملموم على عيل كده شرشتي. ايه يعني بيعمل؟ لقيتهم في القصب. انت مديله فلوس درس؟ ايوه مديله فلوس درك ماخذ مني فلوس. ولدك ومعاه عيل الشرشتي قابلني قبل كده في القصب وكان عايز يضربني وقال ادبه علي بيشربوا مخدرات. مخدرات؟ مخدرات ايه دول بتقول عليها دي؟ المخدرات ملمبه. ولدي مش بتاع كده يا ضوي. وي انا شفتهم بعيني لها تاكلها الدود يا عم عبد الناصر. المخدرات بتاعت اللمبه ماسكين فولت 60. يا ابوي ده لسه قال لي رايح اذاكر في البيت ومديه فلوس والواد ماخذ له دور وتعبان. عيب عليك الكلام ده، ما تطلعش اشاعات على الواد. يعني ده شبهه يا ابوي. ولدك انا متاكد منه زي ما متاكد منك يا عم عبد الناصر. شرب مخدرات؟ يعني بتكذبنا انا؟ ايوه بكذبك، انت صور عيل بتاع طول عمرك بتاع كلام وحديث كده معروف. طيب طالما انا بتاع كلام وحديث ومش مصدقني يا راجل يا هلف، ان شاء الله نهايتك هتاجي على ولدك ده باذن الله، وانت عقاب دواير عشان شجره عيلتكم الفقريه دي تتقطع باذن الله. هيقتلك الواد ده، هاجي بالليل يذبحك عشان مش مصدقني. انا شفته بعين بيشدوا باللمبه بمولعه. يا ابوي يكون حد غيره شبهت فيه يا ضوي يروح الله يبارك فيك. طيب ماشي. الواد في السنه وبيذاكر. حاضر يا عم. وي حاضر. شو اقول لك يا اخوي كيف؟ حاضر خليك، مش مصدقني يعني. اذا كان انا شايفه ليل نهار بيذاكر وبيحلف لي يقول لي يا باي بطلع من الدرس على البيت وبذاكر وبيجتهد، ده في الثانويه. ما هو باين ان شاء الله هيخش كليه اللمبه. هيخش كليه بتاعت اللمبه باذن الله. انا ماليش دعوه يا عم، انا قلت لك وخلاص. روح يا اخي روح غور.